داخلين على 24 ساعة بعد تسديدة الونش الساحقة باليد اليمنى، ولغاية دلوقتي العيوطة ما طلعش بيان يشجب فيه الأداء التحكيمي ويولول على العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص، وإن الأخطاء كلها بتصب في مصلحة نادي واحد. ومش عارف ليه ما شفتش أي مداخلات لهاني سعيد، لا مع هاني حتحوت ولا غيره. يا رب الاتنين يكونوا بخير، حد يطمنا عليهم. معقولة هاني سعيد مش هيلف على الفضائيات؟ معقولة مش هيهدد بسحب الاستثمارات؟ طيب ممدوح مش هيكتب بوست يقول لنا ان الحكم والفار ما عندهمش ضمير؟ على فكرة، الغاء الفقرة التحكيمية فتح المجال للهري والهبد. وانا لما بتكلم على الفقرة التحكيمية مش قصدي الفقرة الموجهة اللي كانت بتيجي على اون زمالك سبورت، لكن قصدي على الحكام الاجانب اللي كانوا بيطلعوا على ام بي سي. المهم الناس من امبارح وخصوصا الزملكاوية اظهروا كل اشكال الجهل الكروي وجابوا قانون الكورة، والفقرة بتاعت الكورة جاية من زميل لايد اللاعب، وقال ايه مفيش ضربة جزاء. وكل واحد منهم طلع يقول لك انا كلمت خبير تحكيمي واكد لي انه مفيش ضربة جزاء. يا اخي خيبة عليك وعلى الخبير اللي تعرفه. الكلام الاهبل اللي بتقولوه ده لما الكرة تيجي في ايد اللاعب وهي جاية من زميله، لكن الكرة ما جاتش في ايد الونش. الونش طلع الكرة بايده، لعبها بايده زي لعيبة الطايرة. يا مرتشين يا مدلسين يا اجهل خلق الله. لكن النادي اللي ما اعترضش على حضور الجمهور بتاع الزمالك اللي المفروض يتعاقب طبقا للائحة اكيد مش هيعترض على ضربة جزاء واضحة زي الشمس. بس على رأي محمد سراج الدين، الاستثمار الرياضي ده طلع مفيد جدا، وعنده حق. بصراحة أسعدت جمهور الأهلي وبات طول الليل يغني سار الليل يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة. لكن إحقاقا للحق ما كانش وقته، دول يا عيني لسه ما فاقوش من قفا بن شرقي. يتبقى بس سؤال صغير لأستاذ سنكوح: يا ترى ليه التذاكر امبارح مش ب 200 جنيه للدرجة التالتة؟ ولا الاستثمار ده مش بيطلع غير على الأهلي وجمهوره؟ ناس ما عندهاش دم.